السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين قناة أنا سوهومي وزوارها عاملين ايه؟ بجد أنا فرحانة جدا بمتابعتكم ليا وباشتراكاتكم وبدعمكم ليا في زيادة أعداد القناة وكمان نسبة السعي. النهاردة هنتعرف مع بعضنا ازاي هنعمل رسمة من الفوم وفي نفس الوقت هنكتب عليها اسم. معانا كذا لون للفوم اهمت، بس انا هختار معايا اللون الازرق، ديت هتبقى للارضيه، واللون الابيض هكتب بيه الاسم. ونحط لون ايه تاني طيب معانا؟ ايه اللون اللي يليق على الازرق؟ ممكن ناخد اللون اللي هو البينك دوت، هيبقى شيك مع الازرق صح. هناخده، هاجي على ظهر الفوم وهرسم الرسمه اللي انا عايزه ارسمها حسب ما انت عايزه بقى ترسمي. عايزه ترسمي قلب، عايزه ترسمي ورده، عايزه ترسمي يعني تعملي كذا رسمه. انا دلوقتي الرسمه اللي انا هعملها هعمل ورده، بس هي مش على شكل ورده. هاجي كده بالقلم زي ما انتوا شايفين اهوت، هاخد على طول الفوم كله دي اول واحده اهي. هاجي لتاني واحده بفكر اعمل جواها قلب او مش هينفع، هنعمل نفس الرسمه بس صغيره. او عملنا واحده رسمتها كبيره وواحده رسمتها صغيره، وهاجي على اللي انا هكتب عليها اسم، بس انا مش هكتب بالعرض، انا هاخد بالطول عشان خاطر لو بقى معايا. القلم سنون السن طلع من القلم يا جدعان. زي ما انتوا شايفين اهوت. هخطي على الاسم على اساس ان انا لما اعمله تخين. طبعا هو مع القص هيتظبط اكتر من كده بكتير، يعني ما حدش يقول الخط حلو ولا الخط وحش ولا الكلام ده كله. انا مع القص هظبط الخط معايا. طبعا دوت اسم ابني حبيبي ونور عيني وحياتي كلها، اللي كسر لي رجلي ومخليني مش عارفه اقف اصور فيديوهات خالص. عشان كده انا بحاول ان انا اعمل فيديوهات على قد ما اقدر وانا قاعده. كده خلصنا اهوت، هقص الورق وارجع اوريكم وهو مقصوص يا حبايبي. وزي ما انتم شايفين معايا اهوت قصيت الفوم بتاعنا الشكل دوت اهوت على بعضه تمام.
على اساس الاتنين هيتحطوا فوق بعضهم. غلطت بقى غلطة يعني جميلة جدا عمالة اضحك على نفسي فيها. المفروض لما اجي اكتب الاسم ما اكتبهوش كده، اكتب الاسم بالمقلوب، عشان خاطر لما تيجي تكتبي الاسم وتحطيه تلزقيه على الفوم. طبعا بصوا جاي معايا بالمقلوب ازاي، لكن لو لفتها كده هتطلع معايا مظبوطه. فهنا لما نيجي نكتب الاسم هنضطر ان انا هكتبه من قدام. يعني هعمل مثلا حرف اليه بخط خفيف خالص، هعمل حرف العين، هعمل حرف يعني هو العين والميم والواو والريق كده، هعملها على خفيف خالص. وبعد كده هبدأ اقصها وارجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين اهوت قصيت الفوم بتاعنا، الاسم بتاع عموري حبيب قلبي. تمام. طبعا انا الفوم دوت انا مش هلزق اي حاجه بشمع. الفوم اللي معايا دوت اللي هو الفوم اللي بيلزق، فوم جليتر. عايزه اوريكم شكله وهو بيلزق. معلش بصوا الورقه، هو الفوم اللي من النوع اللي بيلزق. تمام. طبعا انتوا شايفين البواقي والحاجات اللي معانا دي كلها هنستخدمها برضك وهنظبط بيها الشكل بتاعنا. بس هلزق الاسم بتاعنا وهلزق الشكل بتاعنا على بعضه وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. بصوا شايفين ظهر الفوم اللزق باين فيه اصلا، وانا اهوت بشيل الورقه من عليه. طبعا انا لما بحط ايدي بتلزق. بصوا ببدا اشيل الورقه اهو. بصوا لزقت اهو قطعتين الفوم على بعضهم. بصوا اتلزق جامد من غير شمع ومن غير اي حاجه. في ناس مش متاح عندها الشمع، فانا بقول لكم عن تجربه بسيطه وجميله جدا عشان خاطر تبقى سهله بالنسبه ليكم ولاولادكم، وكمان وجميل جدا لانشطه المدارس. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. انا طبعا اللي بيخليني اقطع الفيديو واحط الاسامي واعمله كده عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. شايفين عموري قلبي. وهنعمل بقى اشكال بالبواقي بتاعتنا. يعني بصوا البواقي دي كلها هنعمل بيها اشكال برضو للرسمه بتاعتنا جميله جدا. هفكر في الاشكال وارجع اقول لكم نعمل اشكال ايه. ممكن مثلا نعمل شكل فيونكه. ده انا هاخد اللون الازرق وهقول لكم هنحطه فين. طبعا اللي ما بيعرفش يعمل فيونكه علامه الما لا نهايه اهو، سهله خالص، بس مع القص هتتظبط معانا شويه. وممكن نعمل قلوب، ممكن نعمل ورده صغنونه. زي ما انتم شايفين هو ورد صغنن. كل الاشكال ديت هتفيدنا في الفوم بتاعنا وهتدينا منظر جميل جدا. هستخدم اللون الابيض وهستخدم اللون الروز بتاعنا وهستخدم اللون الازرق. هبدا اقص الاشكال بتاعتي وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. زي ما انتم شايفين اهوت عملنا معانا الفيونكات، وهبدا الزقها على الفوم. هبدا الزقها على الفوم الروز. تمام. هلزقها وارجع لكم تاني برضك عشان ما اطولش عليكم. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب لقناه انا سهومي عشان يوصلكوا كل جديد. وزي ما انتم شايفين اهوت الفيونكات بتاعتنا بعد ما لزقناها ففكرنا في فكره حلوه. عملت قلوب من الورق اللي احنا استخدمناه، وكان عندي قلب اصفر. هنعمل ايه في القلوب ديت؟ هحطها فوق بعضها زي ما انتم شايفين كده. هبدا ارص القلوب فوق بعض طبعا بالتلزيق. يعني انا هشيل الورق من على الجليتر بتاعنا الفوم وهبدا الزقه بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. وبعد كده هاخده وهحطه على حرف اللوحه بتاعتنا او الشكل بتاعنا اللي احنا عملناه. هلزقه وارجع اوريكم شكله في النهايه هيكون عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين اهوت، شايفين لزقتهم على بعض ازاي. وطبعا لو ما عندكيش شمع
احنا مش محتاجين شمع خالص. يعني بصوا انا كل الوصفة بتاعتي اهوت، كل اللزق لزقته منه فيه. جايبة الفوم اللي هو اللي بيلزق، مش جايبة الفوم اللي هو السادة. تمام. وادي الشكل بتاعنا اهوت. طبعا انا هشيل اللزق دوت برضك وهلزقه زي ما انتم شايفين، واللزق اللي في الظهر هنا برضك هشيله وهلزقه. وطبعا هيكون الشكل هيبقى جاي كده. هلزق الشكل على المكان اللي انا هحطه فيه وهرجع اوريهولكم تاني يا حبايبي. استنونا وما تمشوش. وزي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي الشكل بقى عامل ازاي، جميل جدا. وطبعا اسمي الغالي على قلبي ابن حبيبي، انا حطيته هنا على الحيطه تحت البرواز بتاعي في وش باب الشقه على طول. يعني اللي يخش من باب الشقه يشوف اسم عموري حبيبي. اه يا حبايبي كنت ناسيه معلش حرف الر رجعت حطيته ورجعت لكم تاني. شايفين المنظر؟ ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتنا عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش لايكاتكم الجميله، عايزه اشوف كده اللايكات كتير عشان خاطر عموري واسم عموري. عايزه اشوف كده اللايكات منكم والكومنتات واشتراكاتكم الجميله زي ما انتم فرحين قلبي كده دايما، وقناتي بتنجح بيكم. عايزاكم دايما تفرحوني وتتفرجوا من الفيديو الاول للاخر وفعلوا زر الجرس اهم حاجه عشان يوصل لكم كل جديد. انتظرونا في حلقه جديده من قناه انا سهومي. الحلقه الجديده بقى هتبقى يا اما عن الفوم، يا اما عن الطبيخ، يا اما عن وصفات. انتوا حظكم في الحلقه الجايه، بس انتظرونا. الحلقه الجايه هتكون حلقه مفاجاه. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.